وده كله بيحصل وقت تنفيذ الإعدام، الوقت اللي أعظم المجرمين بيخافوا يترعشوا منه. ولكن في قصة النهاردة هحكي لكم عن أشهر المجرمين في تاريخ مصر واللي ما تهزت لهمش شعرة في وقت الإعدام. قصتنا بتبدأ في سنة 1914 لما كان في بنتين من الصعيد اسمهم ريا وسكينة. ريا وسكينة وهم صغيرين أبوهم مات واتشردوا، وبدأوا يشتغلوا علشان يوفروا فلوسهم وأكلهم. وبعد ما كانوا في الصعيد اتنقلوا لإسكندرية في حي اسمه اللبان. مرت السنين وريا اتجوزت وجابت بنت وولد. البنت كان اسمها بديعة بس الولد مات، وبعد ما ابنها مات سابت البيت اللي كانت عايشة فيه، وبعد ما اتنقلت لبيت تاني اتطلقت واتجوزت واحد اسمه محمد عبد العال. وافتكروا اسم محمد عبد العال ده كويس لأن هو هيشاركهم في الجرائم اللي كانوا بيعملوها. ساعتها بقى كانت الحرب العالمية الأولى والفقر كان منتشر جدا. قعدوا ساعتها يفكروا في فكرة مشروع ويقولوا احنا هنشتغل ايه عشان نوفر فلوسنا واكل عيشنا. ويا ريتهم ساعتها فكروا صح، ويا ريت الفكرة اللي جات لهم فكرة مشروع يكسبوا منه بالحلال. بس للأسف فكروا في فكرة انهم يعملوا عصابة ويسرقوا الستات. اول حاجة عملوها بدأوا يبيعوا قماش في سوق اسمه زنقة ستات، وكانوا بيبيعوا بسعر ارخص من اي واحد في السوق. وطبعا وقتها كانوا بيبيعوا للستات اللي هم معاهم ذهب عشان يغروهم ويقول لهم تعالوا عندنا البيت في بضاعة رخيصة. وفعلا وقتها الستات كانوا بيصدقوا كلامهم ويروحوا معاهم البيت ويقولوا دول غلابة ويلا نشتري منهم. لأن ريا وسكينة كان عندهم أسلوب جبار في الإقناع. ريا وسكينة ما كانش باين عليهم إنهم أخطر خلق الله، وطبعا الناس كانوا بيدوهم الثقة ويصدقوهم. وبعد ما الستات تصدقهم يروحوا البيت معاهم عشان يشوفوا البضاعة الرخيصة اللي قالوا لها عليهم في السوق. وأول ما يدخلوا البيت تبدأ الجريمة. أول ما الستات دي تدخل البيت ريا وسكينة بتقدم لهم عصير فيه مخدر، وبعد ما يشربوا العصير يجي واحد من رجالتهم يخنقوا الضحية لحد ما تموت، وبعد ما يقتلوا الضحية يسرقوا ذهبها اللي كانت لابساه، وبعد كده يدفنوها في الأوضة اللي عندهم تحت الأرض. ولا من شاف ولا من دري. الإسكندرية وقتها كانت مرعوبة بسبب الجرائم الكتير اللي كانت بتحصل، بس الشرطة بدأت تدور وقتها وتعرف مين ورا كل ده. وهم بيدوروا برضو كان بيجي لهم بلاغ ان كل شوية واحدة تختفي، وطبعا كل ده بسبب ان ريا وسكينة كانوا بيخطفوا ويسرقوا ويقتلوا جوه نفس البيت. وفي سنة 1920 جات للشرطة ست كبيرة وبلغت ان بنتها اللي عندها 25 سنة اختفت، وقالت كمان للشرطة ان بنتها كانت لابسة دهب كتير في ايديها. المهم وصفت لبس بنتها والدهب اللي كانت لابساه وشكلها على اساس ان لو حد شافها يبلغ الشرطة. وقتها برضو محدش عرف حاجة عن البت دي اختفت ازاي وايه اللي حصل لها. الناس كلها في اسكندريه كانوا مستبعدين فكره الخطف وبيقولوا اكيد البت دي هربت. كمان الشرطه وقتها ما جاش على بالهم ابدا ان كل اللي بيحصل ده وكل الجرائم اللي بتحصل دي وراها ستات هي اللي عامله العصابه. وللأسف جرائم القتل بدأت تستمر لحد ما وصلت ل 17 ضحية، وكل ال 17 دول دفنوهم ريا وسكينة جوه نفس البيت. المشكلة وقتها إن بيتهم بدأت تطلع منه روايح وحشة جدا بسبب الضحايا اللي كانوا بيقتلوهم ويدفنوهم تحت الأرض. ريا وسكينة كانوا بيحاولوا يداروا الريحة دي بإنهم يولعوا بخور جوه البيت. وبالصدفة في يوم من الأيام سنة 1920 جه الراجل اللي كان مأجر الأوضة لسكينة، والراجل اللي كان مأجر لهم الأوضة ده ما هو إلا وسيط بين الملك الأصلي وبين سكينة. والراجل الوسيط ده قال لها يلا شيل عبشك وامشي من هنا عشان الناس كلها بتشتكي من الريحه. سكينه وقتها رفضت انها تسيب الاوضه لانها دفنه كل الضحايا تحتها. الراجل الوسيط ساعتها ما سكتش واشتكاها لصاحب الاوضه الاصلي. ساعتها جه المالك وطلعها بالقوه وقال لهم يلا رموم الاوضه عشان ترجع جديده ونأجرها تاني. وهنا كانت الكارثه. وهم بيحفروا في الارض لقوا بقايا لعظام بشريه. فورا بلغوا الشرطه. البلاغ ساعتها وصل لضابط اسمه ابراهيم حمدي اللي هو نائب مأمور اسم اللبان، والبلاغ جه ان في عظام بشريه تحت اوضه من اوض حي اللبان. بعدها الضابط جه عشان يكشف عن الاوضه ومحدش عرف وقتها تبع مين الجثث دي، بس وقتها عرف الضابط ان سكينه هي اللي كانت مأجره الاوضه دي، وكمان كانت بتحاول تأجرها تاني بعد ما طلعوها منها. وده كان اول سبب لبدايه الكشف عن الجريمه. ودي كانت اوضه سكينه. نيجي بقى لأوضة ريا اللي محدش يعرف عنها حاجة. كانت ريا كل يوم تبخر الأوضة كتير، والبخور كان بيطلع من شباك الأوضة بشكل غريب. وفعلا الشرطة أخدت بالها من كل ده ودخلوا الأوضة، وأول ما شافت ريا الشرطة خافت وتوترت. بعدها أمرهم الضابط بتفتيش المكان وإنهم يشيلوا البلاط ويشوفوا تحت إيه. ولما بدأوا يشيلوا البلاط بدأت تطلع ريحة وحشة جدا. الضابط وقتها قال لهم كملوا وشيلوا كل البلاط، وبعدها اتصدموا لما لقوا في وشهم جثة كاملة. على طول قبضوا على ريا واضطرت طبعا تعترف بكل الجرائم، وإنهم كانوا مأجرين كذا أوضة مليانة ضحايا وكلهم من سوق زنقة ستات. كمان لقيوا ساعتها قماش مميز في بيت سكينة لواحدة اسمها نبوية، وكل الحريم بتوع المنطقة أول ما شافوا القماشة دي
عرفوا انها بتاعت نبوية وكانت زي الطرحة كده، والنبوية كانت مختفية من فترة. بعدها واجهوا سكينة وقالت لا انا ونبوية صحاب وبدلنا مرة قماش مع بعض. بس كل كلام سكينة ما كانش مقنع للشرطة. اما ريا بقى بعد كل القضية اللي ضدها قالت مش انا اللي قتلت الجثث دي، وقالت كانوا بيجوا عند رجالة ومعاهم ضحايا وانا ما كنتش في البيت، انا ما حضرتش بس غير عملية قتل واحدة بس. جت بنتها بديعة وطلبت الامان من الشرطة علشان تتكلم، واعترفت انهم جاب الحريم لبيت خالتها سكينة، وان راجل سكينة وجوز ريا ذبحوهم وعملوا كل حاجة. وبعدها حاولت تخفف من دور امها على حساب خالتها سكينة، وسكينة لما كانت بتعترف على نفسها كانت برضه بتخفف من دور جوزها، وكانوا شغالين كده كل واحد كان خايف على حد بيخفف عن التاني. والجديد بقى في الموضوع ان كمان كان فيه اتنين، واحد اسمه عرابي والتاني اسمه عبد الرازق، ودول الاتنين اللي كانوا بيساعدوا ريا وسكينة. عرابي وعبد الرازق كانوا بلطجية واتحكم عليهم بالاعدام مع حسب الله جوز سكينة وعبد العال جوز ريا، والوحيد اللي اتحكم عليه 5 سنين في القضية دي هو السايغ اللي كانوا بيبيعوا له دهب الضحايا. دخلت ساعتها ريا اوضه الاعدام وهي بتضحك كانها ولا على بالها ولا هممها اللي كان بيحصل اصلا. وقتها بنتها بديعة كانت بتزورها في السجن، وظابط الحراسة سمعها بتقول لبنتها انت مش ناوية يا بنتي تتشنقي مكان امك؟ بديعة وقتها كانت بتقول لها لا انا مستعدة اكون مكانك عادي، وترد عليها امها وتقول شوف البنت طالعة شجاعة ازاي. مشهد اعدام ريا وسكينة كان اشهر مشهد اعدام اتشاف في مصر، وده كان من حوالي 100 سنة كده. كل واحدة فيهم كانت بتضحك وما كانتش خايفة اصلا من الاعدام. بنتها بديعة عانت جدا في الحياة وراحت قعدت في ملجأ، والملجأ ده ولع بعد 3 سنين. بس وقتها بيقولوا ان موت بديعة ما كانش طبيعي لان الملجأ ولع وهي ماتت محروقة. ودي كانت نهاية اشهر قصة 2 ستات في مصر. لو عجبتكم ما تنساش توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.